السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في اجراوي تيلز. بطبيعة الحال هذا الفيديو ديالنا ان شاء الله غادي نهضروا على لان جاوني بعض الاسئله يعني في القناه ديالي او في الانستغرام ديالي حول واش يمكن لي نخلي الوظيفه ونمشي للعمل الحر. بطبيعة الحال كاينين البعض اللي كيما ديجا قلنا في الفيديوهات السابقين اللي كيكون انه ماشي ديال العمل ديال الوظيفي ولا ماشي ديال العمل الوظيفي، ولكن كتلقاه هذا الشخص هذا غير داخل باش انه يسترزق، يعني بواحد المنحنى اخر او بواحد بين قوسين غير باش يسترزق. يعني هذا الشخص داخل غير باش يسترزق في الوظيفه. دونك يعني البلان اللي كيوقع ليه هو انه صافي ملي كيتونجاجا في الوظيفه وكيكونوا عليه مثلا ديون ولا كيدخل في بزاف ديال الحياه الزوجيه ولا كيكونوا عنده شي حوايج اللي هما كيأثروا عليه، هنا كيدخل في انه صافي كيبقى حاصل في هذيك الوظيفه ما كيقدرش يخرج. ولكن الاغلبيه كاين اللي كيقول لك مثلا واش يمكن لي نخلي الوظيفه ديالي، يعني نفوت الوظيفه، نسمح في الوظيفه بصفه عامه ونمشي نتجه للعمل الحر ديالي، لانني قادر نعطي في العمل الحر وانني عندي واحد النفس طويل ونقدر نطور راسي في العمل الحر. طبيعة الحال اي واحد يقدر يطور راسو في العمل الحر. علاش؟ لان العمل الحر كما تنعرفوا كيعطي ماشي على نهار ولا يومين، كيعطي على مده، ولكن كيخص واحد النجاح والمثابره، لان فيه سقوط يعني فيه يعني غطيح وغتنوض، يعني سقوط ونهوض. لكن كما غنعرفوا في الوظيفه كدير العمل ديالك وكتاخذ الاجر ديالك في اخر الشهر اللي هو اجر باين ومعروف، عكس ان العمل اللي هو تيكون الحر هادشي كلنا كنعرفوه، يعني كل نهار ورزقو كما تنقولوا. وما ربما يكونوا عندك يعني تقدر تدخل داكشي اللي غادي تدخلو مثلا في الوظيفه تقدر تدخلو انت مثلا في اسبوع ولا في 15 يوم، وربما اقل على حساب العمل اللي كدير به. لكن الموضوع ديالنا ديال اليوم هو واش نخلي الوظيفه ونمشي للعمل الحر. هنا في كيكون المشكل عند الاغلبيه اللي كيكون واحد لي ليميت كيتجاوزوها الاغلبيه، اللي هو انه كيكون اونجاجي، مثلا كيكون ما عندوش دخل من شي جهه اخرى، وكيقول لك انه خاصو يدير، يعني ما يبقاش في الوظيفه، لان الوظيفه ما بقاتش مأمنه ليه هذاك الشيء اللي كيخصو. يعني في الاخير كتلقى هو حاصل وحاير، يعني غالبا كتلقى حاير بانه خصو يتحول من الوظيفه ويدير شي حاجه ديالو باش ما ربما يبقى هو في النفسيه ديالو مرتاح، وفي نفس الوقت هذا الشخص هذا كيحاول ما امكن يطور من الذات ديالو ويزيد واحد الانكام ويزيد واحد الدخل اكثر واكثر احسن من الوظيفه. كما كنعرفوا العمل الحر او التجاره او اي حاجه اللي هي كتكون حره ديال راسك، يعني ما ربما كتكون من حل منفتحه للعالم، وحتى الوقت ما كيكونش محدود، وكتكون كما كنقولوا دائما كما قلت في واحد الفيديو كتكون باترون ديال راسك، يعني كدير بزاف د الامور وكتقدر انك دير بزاف ديال الحركات يعني بلا ما يبقى حاكم عليك حتى شي واحد، سواء بالوقت سواء باخر ديال الشهر اللي غادي تاخذ هذا. لكن هنايا شنو هو الحل باش انني نفك واحد المشكل ديال انني عندي واحد الوظيفه وبغيت ننتقل للعمل الحر؟ هنا الاغلبيه كما قلت دابا كاينين ناس اللي عندهم دي زونغاجمون، يعني كتلقى مثلا والد عنده ولاد. طبيعة الحال كما كنعرفوا الابناء اللي عنده الولاد او اللي عنده مسؤوليه ولا اللي عنده بزاف ديال الامور وعنده هذاك الروبيني، حنا نهضروا هنا دابا بالدارجه، وغادي ما ربما نعطيك فكره ديالي انا اللي كنشوف وشفت بعض الاصدقاء ومن العائله، شخص من العائله اللي كان هو في الوظيفه واصبح ملياردير. يعني شخص من العائله عندي كان في الوظيفه ومن الوظيفه انتقل مباشره ولا ملياردير. هذه القصه ديال هذا الشخص هذا من العائله ديالي وقريب مقرب ليا بزاف، يعني مقرب من العائله، ماشي كيما غنقولوا ريحه الشحمه في الشاقور غير سامع، يعني مقرب من العائله، ولكن شخص اصبح ملياردير لانه انتقل. ديجا هضرت عليها في الفيديو السابق، ربما هذا كنشوف فيه واحد القدوه، واحد الطرف من القدوه، لانه دار بزاف، دار واحد الانتقال من الوظيفه لهذاك، رغم انه هذا الشخص هذا كان عنده عائله وانتقل، استطاع انه ينتقل يسمح في الوظيفه ويخليها من بعد باش انه يولي هذا الشخص ملياردير ويدير العمل ديالو حر وينفتح على العمل في المغرب وخارج انحاء المغرب. كما قلت لكم هذا الشخص هذا اللي هو من العائله ديالي بدون ذكر الاسماء كان في الوظيفه وكانت الامور غاده مزيان، لكن كما كنعرفوا الوظيفه مع الابناء، لان عنده الابناء، يعني ماشي واحد الشخص اللي عنده ابن ولا هذا، كيكونوا الابناء كيكون ضغط، كيكون قرايه، كيكون بزاف ديال الامور،
كيكون الملابس، كيكونوا المهم بزاف الناس اللي هما عنده الابناء راه كيعرفوا اشنو كاين. ودائما كنقول الله يسمح لنا من الوالدين لانهم عارفين هادشي اللي تنقول وعارفين بحق هادشي اللي تنقول. ولكن اشنو دار هاد الشخص هذا؟ ماشي خلى الوظيفه وجلس للارض باش انه ما خصوش واحد الروب، ماشي سد الروبيني باش انه يمشي يقلب على روبيني اخر. كيقول واحد المثل عندنا: ما تسد الماء حتى تطلق الماء. يعني كيفاش ما تسد الماء؟ يعني ما تسدش هذاك الروبيني اللي كتاخذ اللي كتشرب منه حتى تطلق الروبيني اخر. يعني عندك روبيني مطلق وروبيني اخر، عاد تسد هذاك الاول اللي هو الوظيفه، عاد دوز الاخر. يعني هذا هو اللي خاص يديرو الشخص اللي هو مونجاجي. يعني الشخص اللي هو عنده مثلا عنده مثلا التزامات، عنده ابناء وعنده كذا. يعني خلاه هو كيخدم في الوظيفه ديالو. لكن باش انك تكون خدام في الوظيفه وتنقل العمل الحر، خاصك تحافظ على الوظيفه ديالك وتزيد واحد الطاقه اخرى، طاقه اخرى اللي غادي تخليك انك خاصك تحارب باش انك تنجح واحد المشروع ولا اساس ولا الله اعلم شنو غادي دير، باش انك تقدر يكون كافي كيغطي لك الاحتياجات ديالك. هنا غادي نهضروا على الاحتياجات. بالنسبه للاحتياجات ماشي يغطي لك على الاحتياجات صافي كتاكل وكتشرب، خاصو يكون المداخيل ديالك اللي غادي تدخل منه اكثر من داكشي اللي كتعيش منه 3 المرات او 4 المرات. يعني حتى توصل لهذاك الحد، عاد ديك الساعه ممكن انك ما ربما تطلق من هذيك الوظيفه. لان ما يمكنش واحد الشخص اللي غادي مثلا انا كنتخلص 3000 درهم ومشروع كيدخل لي 3000 درهم، لانك انت ما غيرتي والو، غيرتي غير الوضع من الوضع للوضع. ولكن مثلا انت كنتي كتخلص 3000 درهم ودرتي مشروع ديالك بدا كيجيب 3000 4000 غادي طالع، توصل المشروع ديالك ل 15000 درهم ولا 20000 درهم كتدخلها مثلا في شهر، في 20 يوم، في 15 يوم. ديك الساعه ممكن تقدر تسمح في هذا. ولكن انت كنتي درتي واحد الانكم، يعني نقول واحد درتي واحد الانكم بليس، عززتي واحد الرصيد ديالك في البنك اللي كيكون ثقيل باش انك تكون عندك واحد ما ربما واحد الريزيرف باش انه اذا كان وقع شي مشكل ولا شي حاجه كتقدر تريكوبيري ودير شي حاجه بحال هكذا وما تطلقش من الوظيفه حتى تكون عندك واحد الريزيرف ديال ما ربما يعني يكون عنده واحد شويه د الوقت. هذا اللي كنهضر عليه دابا. هذا الشخص هذا اللي مونجاجي، يعني مونجاجي وباغي يبدل، ولكن خاصو واحد شويه د الوقت. هي صعيبه شويه، ولكن حتى شي حاجه ما غادي تكون صعيبه الا كنتي قادر وناوي وعندك الطموح والاراده. راه كلشي غادي يتهرس قدامك الا كنتي قادر انك يعني عندك داك الطموح وقادر انك تفرقع كلشي قدامك. بالنسبه للشخص اللي غادي يكون مثلا كما غنقول، هذا الشخص هذا اللي غادي يكون ديال راسو، الشخص ديال راسو وخدام في الوظيفه، يقدر يخدم في الوظيفه ويدير نفس الخطوه. ويقدر مثلا اذا كان هو باقي مثلا ما عندوش مشكل، يعني يقدر يسمح في الوظيفه مره واحده وعنده انه عنده الطموح باش انه يلونسي، يبدا من صفر، يبدا من صفر ويتلاح. لان كاين بزاف ديال النماذج اللي انهم هرسوا هذا الحاجز ديال انه تيسد، يعني ما يطلق الماء تيسد، يعني ما يسد الماء حتى يطلق الماء. هرسوا هذا الحاجز هذا وانتقلوا لانهم يوليو يبداو من الصفر ويحيدوا الوظيفه، لانه صافي هذه الوظيفه هذه كيحس براسو انه كابحه على شي حاجه. يعني كيمشي كياكل كينعس كيدير. يعني كاين البعض اللي كتكون الوقت ما كيشاتش ليه، يعني كيقول لك ما ربما نسبح في الوظيفه ونبدا من الصفر، انا قادر نوصل. غتقدر توصل، يعني ما ربما الوقت غادي ياخذ يعني عام عامين 3 سنين، ولكن راك غتوصل الا قدرتي يعني تواكب وكانت عندك الاراده. بطبيعه الحال اللي عنده دائما الاراده ولا الهدف، راه لا شيء مستحيل امام الاراده. دائما غادي تهرس اي حاجه قدامك. يعني بالنسبه للشخص كما قلت باش انه يطلق من الوظيفه وما عندوش شي حاجه اللي مريكوبيري عليه، راه شي حاجه اللي هي غادي تعذب في حياتك كامله، خصوصا الا عندك التزامات، خصوصا الا عندك بزاف ديال الامور. هذا ريسك كبير. يعني دائما قبل ما يدير شي واحد اي خطوه يحاول ما امكن يحسب لي ريسك اللي كاينين، يشوف لي زينكام اللي كيدخلوا عليه، واش هذاك لي زينكام اللي غادي يدخلوا عليك قادرين انهم فايتين هذاك الشيء اللي كتعيش به انت. لانه ضروري خاصك المعيشه، خصوصا اللي مثلا كاري ولا بزاف ديال الامور غادي يكونوا عنده مشاكل. دونك يعني مثلا ما كنتيش في الكرا وكان عندك مثلا واحد الانكم قادر دير، او لا كان عندك واحد المدخول، او لا كان عندك مثلا واحد رصيد ديال البالونس ديال الحساب ولا شي حاجه اللي تقدر دير به، ولا هذا ممكن. ولا مشاريع اللي هي كتكون اللي ساهله دغيا كتعطي النتائج، لان كاينين المشاريع اللي كتعطي النتائج بسرعه، ولكن المشاريع كتطلب واحد شويه د راس المال اللي كتكون الريسك فيها قليل بزاف، يعني 1% 2% ديال الريسك. ولكن كيكون المشاريع كتكون على ارض الواقع وتتكون بايضه الثمن.
دونك هادشي اللي قلت انا دائما كما كنقولوا بين قوسين حسب داكشي اللي كنشوف. وانا يعني ماشي شخص اللي هو عندي وظيفه ولا كذا، لكن بعض التجارب كنحكي لك، بعض التجارب اللي شفتها، ومن ما بين التجارب اللي حكيت لك عليها هو الشخص اللي هو من العائله اللي هو من الوظيفه، ولا شخص اللي هو ملياردير. ماشي صعيبه، ولكن شخص اللي كان مكافح وكان كيعطي واحد بزاف ديال الوقت ملي كيخرج من الخدمه ديالو، كيعطي بزاف ديال الوقت للمشاريع ديالو كذا باش انه يتلونسا. ملي كيوصل ملي يوصل ان الانكم ديالو ولا اكثر من يعني الوظيفه ديالو بالدوبل، بثلاثه المرات ولا بخمسه المرات ولا حتى بعشرة المرات انا كنظن، لانني لما سمعت انه عنده وصل الانكم ديالو مضروب في 10 المرات اكثر من الوظيفه ديالو. ربما كان تيتخلص مليون ولا كيدخل 10 المليون في الشهر، او لا كيتخلص كان كيتخلص 2 المليون، او لا كيتخلص ما نعرف الله اعلم، كيتخلص 2 المليون غيولي يدخل 20 مليون في الشهر. دونك هنايا كيبقى داكشي كيبقى الله اعلم في هاد شحال الانكم ديالو، لكن كاين مداخل صحيحه كتدخل. دونك يعني عليها انه صافي ما بقاش عنده انه يضيع الوقت في الوظيفه، خصو ينتج بزاف ديال الحوايج باش انه يقدر يخرج الوقت اللي غادي يقدر يسمح يدير فيه بزاف ديال الحوايج. دونك هادشي اللي كاين. ما تنساش الراي ديالك، وحط لي الراي ديالك في الكومونتير على حول هاد القصه هادي ديال انه تبدل من الوظيفه العمل الحر او لا المشروع ديالك. كنا كنعرفوا ان الوظيفه ما عندها فين غتوصلك، ما عندها فين غدير. كاين ناس مديورين كما قلت مخلوقين للوظيفه فقط، كاين ناس اللي عندها الطموح انها توصل. ما ربما انت اللي كتشوفني تقدر تكون من الناس اللي عندهم وظيفه باغيين يبقاو جنب الحيط، وتكون الكاركتر ديالك هكذاك، ماشي شي حاجه اللي عيب. كاين الناس اللي عندهم طموح وما باغيينش انهم يبقاو حاصلين في الفخ ديال الوظيفه، يعني باغي انه يتلونسا ويدير شي حاجه ديالو ويوصل بزاف ديال الامور ويكون حر مع راسو. هذاك الشيء كيبقى حريه ديال كل شخص. حنا فقط ناقشنا. اكتب لي في الكومونتير شنو هو الراي ديالك، وانا عطيتك الراي ديالي. بطبيعه الحال انا شخص بعيد عن الوظيفه وما عنديش مع الوظيفه، وهذه هي التركيبه ديالي، وتنحترم اي شخص اللي هو موظف. بحكم انني راه كنت ولد عائله موظفه، يعني الوالد موظف الله يرحمه، الوالده موظفه، دونك يعني اساتذه. دونك يعني الامور راه واضحه بزاف. دونك يعني كنشكركم. ما تنساش واحد لايك واشتراك الا كانت اول مره غتشوف هذا الفيديو هذا في القناه ديالي ديال اكراوي تيلز. كان معك سفيان اكراوي، السلام عليكم.